يحكى أن ملكا انقطع أصبعه، فقال له وزيره الحكيم: لعله خير يا مولاي. غضب الملك وسجنه فورا، فقال الوزير وهو يدخل السجن: لعله خير. بعد فترة خرج الملك للصيد، فأمسكته قبيلة تعبد الأصنام لتقدمه قربانا لآلهتهم، لكنهم عندما رأوا أصبعه المقطوع تركوه، فالقربان يجب أن يكون كاملا بلا عيب. أدرك الملك حكمة وزيره وعاد مسرعا وأخرجه من السجن معتذرا، ثم سأله: فهمت أن قطع أصبعي كان خيرا، لكن ما الخير في سجنك أنت؟ أجابه الوزير الحكيم: لو لم أكن في السجن لكنت معك في الصيد، وبما أنني سليم الجسد لكنت أنا القربان بدلا منك. توقفوا! هذا الرجل ناقص الإصبع، والقربان يجب أن يكون كاملا.